الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قبل ما ندخل غرفة العمليات دار نقاش بين الأطباء، أيهما أهم، السمع أم البصر؟ أبدأ من عند الدكتور عقيل، السمع أم البصر دكتور؟ والله يا أخي كلها حواس صعب فقدانها، هي نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. قرر السمع أم البصر. لا تستطيع الاختيار، يعني الإخوان أطباء أنفذوا حنجرة، نقاشنا طويل له أشهر، هم يرون أن السمع هو الأولى، وأنا أقول اليوم بما أننا في دارهم فدارهم دكتور فريد، السمع أم البصر؟ السمع. لماذا؟ كلاهما مهمة، لكن السمع يؤثر على النطق والتواصل مع البشر، فأعتقد أن السمع أهم بكثير. وقدم في القرآن. وقدم في القرآن، وعندنا خيار، يعني أمثلة في السعودية، الشيخ بن باز، الشيخ عبد الجزل الشيخ، من أكبر العلماء في السعودية فاقدين للبصر، لكن لم نرى أحد فاقد للسمع وصل لمواصل المشايخ أو غيرهم من العلماء. عظيم دكتور، السمع من البصر. السمع مقدم في القرآن أكثر من 20 موضع، السمع مقدم على البصر، لكن في موضع آخر قدم البصر على السمع. موضع واحد تقريبا. وعن تجربة الحقيقة لي أخ وأخت، واحد فاقد للبصر وأخت فاقدة للسمع. الملاحظ والسؤال المطروح عليهم السمع أهم من البصر. السمع أهم من البصر. دكتور حجر، السمع أم البصر؟ السمع. لماذا؟ السمع ثم السمع ثم البصر. يا الله. نعم. هذه على غرار أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. أحسنت. لماذا؟ نعم. طيب دكتور. لأنه السمع هي أول حاسة نكتسبها نحن البشر، ونحن في بطون أمهاتنا نسمع، وسمع طبيعي نفس اللي نسمعه في حياتنا. لا، وبعد الوفاة يبقى معنا السمع حتى بعد الموت. لا إله إلا الله. لكن النظر لا يبصر الإنسان بشكل جيد إلا على عمر 5 أشهر، وهذا واضح للجميع. يقال إن الطفل هذا بدأ ينكر لأنه بدأ يشوف، بدأ يميز أبوه عن أمه، لكن السمع من قبل ما ينولد وهو يسمع. لا إله إلا هذه الله. حاسة ربي أكرمنا فيها وأعطاناها من قبل الحياة، لا إله إلا الله. بعد الحياة، لنحاسب عليها في الآية قبل حسابنا على النظر وعلى ما يوجد في قلوبنا. كلها مهمة، لكن أنا أتفق أن السمع حياة. السمع حياة. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فراعي نعم الله التي حباك إياها كي تدوم ولا تحاسب عليها. توكلنا على الله، سندخل إلى غرفة العمليات حتى نعيد السمع والحياة مع مركز الملك سلمان إلى من فقدوه.